الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السؤال الذي يطرح دائما من طالب العلم: ما نفعل بطول الدراسات الحوزوية حتى الله سبحانه وتعالى يوفقنا في التحصيل والتهذيب والعلم؟ إذا نرجع إلى حياة العلماء الأبرار فخر التشيع نرى أنهم حياتهم ممتلئة من الحسنات والخيرات والبركات. ما فعلوا هؤلاء؟ طالب العلم لا بد أن يلاحظ بعض الأمور قبل بدء الدروس. قبل ما يبدأ دروس الحوزوية لا بد أن يحقق ويدق في هذه الأمور التي أطرحها إن شاء الله. أولا لا بد أن يعرف لمن لبى لقراءة الدروس، من طلب منه أن يبدأ بدروس الحوزوية ولمن يلبي. هل أكو شخص أو أحد طلب منه أن يبدأ بالدرس؟ إذا نرجع إلى القرآن الكريم نرى الله سبحانه وتعالى يخاطب: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا يذهبون المؤمنون كلهم للجهاد. الجهاد تدرون بيضة الإسلام لما وقعت في خطر الكل واجب عليهم أن يخرجوا ليدافعوا عن الدين عن المذهب. ولكن شوف الله سبحانه وتعالى يقول وقت الجهاد: يا أيها الناس يا أيها المؤمنون لا تخرجوا كلكم. يخاطب: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لا تذهبون كلكم. قسم من الأشخاص يبقون في المدينة لتحصيل العلم. لماذا؟ يقول: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقون في المدينة يكسبون العلم حتى إذا الناس رجعوا من الجهاد، الناس اللي ما كانوا بالمدينة لما جاءوا تقولون لهم ما كسبتم من العلم، حتى الناس يخافون. أولا بدء الدرس هو تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى. لا بد أن طالب العلم يعرف أنه بداية الدروس لطلب الله سبحانه وتعالى. ثانيا لا بد طالب العلم يكون له معرفة بأهمية العلم. إذا أنت ما عرفت أنه ما تأخذ كل طاقاتك لكسب العلم،
لابد أن تعرف ما هي أهمية العلم، شنو موجود في العلم حتى أنا أروح وراء وأكسب هذا العلم. ثالثا لابد طالب العلم يعرف أنه بأي نية بدأ الدروس. أنا أدرس أبدأ، بس نيتي شنو؟ كل شيء يحتاج نية، كل شيء. أنت قبل ما تتقدم لشيء تفكر عاقبة الأمر، أسوي، أقوم بهذا الفعل، ما أقوم، شلون تنوي كل الأمور. وكيف إذا بدأت بدروس الحوزة العلمية التي ترتبط بعلوم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ورابعا، ما هو الهدف من الدرس؟ أنا أدرس، بالنهاية هدفي شنو؟ لابد أن أعرف ما هو الهدف من الدرس الذي بدأت به. الهدف لابد أن يكون معلوم. بعض الطلبة، الله يحفظ كل الطلبة، يقول نبدأ نشوف شي يصير. هذا ما يوفق، ما يصير شيخ الأنصاري، ما يصير شيخ الطوسي، ما يخدم المذهب بالنهاية. وخامسا، ما هي وظيفة طالب العلم فترة الدراسة؟ أنا دا أدرس، بس شنو وظيفتي؟ الدرس؟ أكو شيء ثاني؟ وسادسا، لما بدأت بالدرس والاصطلاحات آخذها من الأستاذ ومن الكتب، شنو أي شيء أضم إلى الدروس الحوزوية في فترة الدراسة؟ هذه الأمور عزيزي حبيبي لابد أن كلها توضحها لنفسك قبل أن تبدأ الدرس. الطلاب على 3 نمط. واحد تقول له ليش بديت بالدرس؟ يقول بديت نشوف شو يصير. واحد تقول له ليش بديت بالدرس؟ يقول إن شاء الله نيتي الله ونشوف شو يصير. الثالث تقول له ليش بديت بالدرس؟ يقول أول ما بديت بالدرس علمني أستاذي، قال أول العلم معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. أنا حركتي لله، ولكن الأمر بيد الله. هذا الطلبة، هذا الذي نوى بهذا الشكل ويأخذ الدروس بهذه النية، الله سبحانه وتعالى يجعل له العلم نورا. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. في ذلك الحديث عنوان البصري لما سئل عن إمام الصادق قال يجعله في من يشاء. العلم ليس بالتحصيل، أنا قصدي هذا. أنت تحصل علم وتأخذ العلم، لابد أن يكون مع العلم نورانية. النورانية تحصل. الإنسان ربما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ربما لا يتعامل مع الدنيا. خلنا نضرب لك مثل حتى تأخذ المطلب في هذا اليوم الشريف. أنا وياكم شوي نفكر، نتأمل. شيخ الأنصاري شوف كتابه الرسائل والمكاسب، الله سبحانه وتعالى جعل هذا أساس في دروس الحوزة. وين جعل قبره؟ جعله عند باب القبلة لما تريد أن تدخل لقبر أمير المؤمنين. صح، أمير المؤمنين. ليش؟ شنو القصة؟ شوف عزيزي، أول ما تدخل علما تسلم، توقف يم الشباك تقرأ فاتحة لشيخ الأنصاري، بعدك ما مسلم لأمير المؤمنين. تدخل للحرم، لما تريد تخرج تودع أمير المؤمنين، من تودع آخر نفر؟
الله ليش أعطاه المقام؟ لأنه قبل بدء الدرس الأمور كانت واضحة لهم. القرآن الكريم يأمرك بأنه ابقوا، يأمر بأن قسما من الناس يبقون في المدينة لتحصيل العلم. أنت بدأت بالدروس، أطبقها تلبية لله سبحانه وتعالى. ليش بديت بالدرس؟ الله طلب مني. الله سبحانه وتعالى طلب لأن يكون بعض الناس طلاب العلم، وأنا مفخرتي أن لبيت نداء الله سبحانه وتعالى. ليش ما يبقون قسم يتعلمون؟ اكو نقطة مهمة في الآية الشريفة: ليتفقهوا في الدين. ما قال ليتفقهوا، يتفقهوا في الدين. يعني تدرون، أنا العلم الذي نويت لطالب العلم هو علم الذي يرتبط بالدين. ولذا بعض الطلاب ليش أوقاتهم تصرف في أمور أخرى؟ أنا أسمع وأشوف، أسأل فلان مخلي درس ولكن ليس فايدة ولا للدنيا ولا للآخرة. خب هذا العمر يضيع. الله ما راد هذا. الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تبدأ بدروس ترتبط بالدين. وبعدين شو يقول؟ يقول لك إذا الناس رجعوا لينذر قومهم. هذا الدرس، هذا العلم لابد أن يستفيدون الناس، لأنه إذا تحصلت بعلوم لا فائدة لها للناس، شنو فائدته؟ شنو استفادته؟ لابد أن توصلها للناس. بعدين شو يقول؟ لعلهم يحذرون. يقول لك العلوم التي تطلبها، العلم الذي تكسبه لابد أن يخوف الناس. شنو العلم الذي يخوف الناس؟ علوم التي ترتبط بعلوم آل محمد، لأنه جاءوا أهل البيت روحي لهم الفداء حتى يحذرون الناس من الآخرة. يقولون لهم بابا هذا معصية، هذا خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، الله طالب منك هذا الشيء. ولذا النقطة المهمة، العلم الكسبة لابد أن يكون يخوف الناس. يخوف الناس يعني شنو؟ يعني أنه يذكرهم بالآخرة، يذكرهم بالقبر، يذكرهم بالسؤال والجواب. هل بينك وبين ربك آني وجنابك المحترم الجالس هنا احنا وراء العلم دع نروح؟ احنا وراء الباقر روحي لهم الفداء قال الباقر والصادق. احنا دع نهيئ انفسنا لان نكسب علوم آل محمد، لان نبثها للناس بشكل صحيح ام لا؟ هذه الاصطلاحات كلها، كل دروس الحوزة تقرأ لأنه نتيجة بها، نتيجة تصل إلى معارف أهل البيت روحي لهم الفداء، حتى توصلهم الرسالة، توصل الرسالة للناس. هذا شيخ الأنصاري، هذا الرجل العظيم فخر التشيع، لما كان يصير له مشكلة في العلم شنو كان يسوي؟ بينك وبين ربك، يقول أحد تلامذته في كربلاء: سمعت صوتا وأيا بالخلق إليكم. شفت واحد يقرأ زيارة الجامعة، رحت تقربت للصوت، رأيت أستاذي شيخ الأنصاري، وفي ذلك في جوف الليل
تكلم مع أهل البيت روحي لهم الفداء. الصبح رحت للدرس، قلت له أستاذي في نصف الليل وفي جوف الليل هذه الكلمات، زيارة الجامعة، ارتباط مع أهل البيت، هنيئا لك. شوف الجواب، شوف هذا الذي الله سبحانه وتعالى حياته جعلها نور، جعل حياته نور. شنو قال؟ قال كلما صار لي مشكلة في الدرس والمسألة لم تنحل لي توسلت بأهل البيت بزيارة الجامع. شوف المقام، شوف الله شنو معطي. ليش؟ لأنه الطريق والأمور التي دونت لطالب العلم أن يتحرك على ضوء هذا الطريق، كل الطريق سلكه على منهج أهل البيت روحي لهم الفداء. ولذا لا بد أن نعرف لمن لبينا الكلام وبدأنا بدروس الحوزة العلمية. أولا نداء الله سبحانه وتعالى، ثانيا أهمية العلم. أولا الآية فيها أول عتاب، ليش قسم من المؤمنين ما يبقون؟ يعني أبقوا ادرسوا، هذا أهمية العلم. وجهاد قتال، العدو قريب للمدينة المنورة، الله سبحانه وتعالى يقول الجهاد والعلم، ولذا يدل على أهمية العلم. ثانيا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شوف قسمها الله سبحانه وتعالى، المؤمنون قسم منهم يؤمنون، قسم منهم يروحون وراء طلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني من آمن بالدين، من آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة الوحي. بعدين شو يقول؟ يقول والذين، يعني غير ذول الذي آمنوا، أكو مرتبة ثانية، الإيمان وطلب العلم، يعبر عن درجات. يعني طالب العلم له درجات، له مقامات، وبعيونكم بعد تشوفون الله سبحانه وتعالى شنو معطي توفيق لهؤلاء العلماء. خلي أضرب لك مثل ثاني. شوف ذولا الله سبحانه وتعالى شنو سخر، شنو ذولا فعلوا في دنياهم في طلب العلم الذي الله سبحانه وتعالى أعطاهم هالقدرة. لما تطرح مسألة أو تجي مسألة أو تصير واقعة، الله سبحانه وتعالى يبينهم الحقيقة. هذا الشيخ المفيد لما جاء ذاك الولد قال امرأة ميتة وفي بطنها طفل، كيف نفعل؟ قال ادفنوها. بعد كم يوم اجى الشاب قال له شيخنا الله يطول عمرك، مو مثل ذيك المرة تجاوب وتدز ذاك الشباب حتى يصلح الفتوى. شوف ربك هيك ياخذ بيدك، يأخذ بيدك بهذا الشيء. افتهم شيخ المفيد أنه الله سبحانه وتعالى أنزل العناية إليه، وإلا ذاك الشاب ما أرسله، أغلق الأبواب. تدري شنو قال؟ أي كلمة نطقها رحمة الله عليه شيخ المفيد؟ قال العالم اللي يشتبه في فتواه لا يليق أن تكون أبوابه مفتوحة للناس، أغلق الباب. إمام الحج شنو قال له؟ روحي له الفداء. والطالب العلم شنو يريد من الله؟ قال له شيخنا افتح أبواب بيتك، نحن نخدمك غير مهملين لمراعاتكم.
وبينك وبين ربك طالب العلم يليق أن يأخذ طريق غير أهل البيت روحي لهم الفداء، وغير طريق أهل البيت روحي لهم الفداء. أنا أخاطب نفسي وما أتجاسر سماحتكم. بالنهاية الإنسان إذا يريد يكسب نور في هذا الطريق كل ما أخذ هذا الطريق انحرف. وتدرون من أول التاريخ إلى يومك هذا الشلمغاني كان صاحب إمام الحجة، كان دائما عند إمام الحجة، وصل الأيام لعنه إمام الحجة. وقس على هذا إلى يومك هذا. ليش الخروج؟ ليش التصريحات بالكلمات الذي لا تليق المذهب؟ الطريق عزيزي، الأمور التي لا بد لطالب العلم أن يأخذها قرة عين. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة الزهراء، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم تقبل هذا القليل واجعلنا في ميزان حسناتنا ببركة الصلوات على محمد وآل محمد.